السلام عليكم يا جماعة. النهاردة في فيديو جديد في اي فوتبول 2024. أخيرا النهاردة هنجربها اللعبة كاملة. فأول حاجة كده متنساش تحط لايك وتشترك في القناة، ويلا بينا نخش على الفيديو. أول حاجة كده عندك هنشرح التشكيلة. أول حاجة هنشرح التشكيلة. عندك هنا اللعيبة ما بقوش في حاجة اسمها تناغم أو مش عارف ايه، فاللعيبة بقت بطاقاتها عادي. اللعيبة بقت بطاقاتها بره عادي على الدكة. وانت حتى لما تخش على لاعب، تعال نشوف على سبيل المثال لاعب انا مش مطوره. عندك هنا مثلا ميسي ده مش موصله ليفل ماكس. هتخش هنا كده مثلا انت حاطط له تطورات، هتلاقي دخلوك هنا على طول مباشرة. مفيش بقى اللي هو البوزيشن جيم والكلام ده. حتى لو انت كنت حاطط تطورات في البوزيشن جيم هتلاقيها اتردت لك تاني عادي جدا. ولما تعوز تغير الفريق هتخش على شرط الفريق هنا كده بيست تيم سيتنجز، وتغير شرط الفريق عادي خالص، ما خلولكش في الاكستراس وكده. ونخش على تاني اضافة وهي باكج ميسي اللي صدمنا كلنا. باكج ميسي اللي صدمنا كلنا انه طلع في الاخر مش ب 22 دولار ومش ب 680 جنيه ولا باي حاجة من الكلام ده. طلع ب 1000 ونص كوين. وهو هنا ب 1000 ونص كوين زي ما انتوا شايفين كده. ما طلعش بفلوس، يعني كل الناس تقدر تشتريه. انا الصراحة مش عاوز اشتريه لانه ميسي 100 وانا معاه نسخة قوية من ميسي. طبعا دي اللعبة اللي معاه. عندك سواريز، دي ماريا، وباريدس، وديبول، وتريشتجن، اللاعب البرتغالي ده، وروميرو، وحكيمي، وبدري، وتاجليافيجو. فانا الصراحه مش عاوز اشتري باك، فانت براحتك، لان انا معايا نسخه من ميسي 102، فمش عاوز اشتري باك. بقول استنى لما الباكات التانية تنزل، لكن الباك مكمل معاك 286 يوم، يعني كده كده اي حد يقدر يشتريه. ولو خدت بالك كمان معانا هنا، امبارح انا كان معايا 50 كوين، دلوقتي ادوني 50 كوين اول ما دخلت، وبعد كده 300 كوينز اللي هم كانوا بتوع ال50 ماتش. لو تفتكر انا كنت قايل لك عليهم برضو. فادونا 300 كوين، وتعتبر مع ال50 كوين 350 كوين. وعندنا بقى اضافه كمان، وهي في نشرح لكم الايفنتات. عندنا الايفنتات هنا ايفنت ستارتر. لو دخلت هنا كده هتلاقي انه بيديك عباره عن جي بي وتفتيحات، تفتيحتين من باكج اللي هو بتاع جمال موسيالا وليفاندوسكي. هيديك تفتيحتين غير التفتيحين اللي معاك، عن 4 تفتيحات. طبعا احنا هناخد منه تفتيحات كتير. وهنا ايفنت الناشونال تيم بيديك جي بي برضو وتفتيحة من باكج هالاند، هيدوك تفتيحة واحدة منه بس. وعندك هنا فيكتور ران ده اونلاين، ده يقعد يديك في جي بي وبطاقة تدريب، ده من ال10 تلاف. والناشونال تيم بيديك برضو جي بي وبطاقتين من اللي بتدرب بيهم اللعيبة، اللي هي السكيل، بتديهم مهارات. وعندك هنا الإضافة في الناشونال تيم عجبتني جدا، وإن كونامي بقوا يدوك لعبة مؤقتة على اللعيبة اللي معاك من المنتخب اللي انت مختاره. هيدوك لعبة مؤقتة لحد ما تخلص الايفنت. دي حاجة اضافة حلوة برضو عشان نوفرنا الجي بي وما نقعدش نصرفهم ان احنا نجيب لعيبة. وعندك اللاعب هنا باري اللي نزل، ده لاعب ملوش اي 30 لازمة، مش زي اللاعب اللي احنا كنا متوقعين انه يبقى نازل لاعب قوي بقى ولاعيبة قوية مش عارف ايه. باري ليفل ماكس 90 طبعا. انا نزلت لك فيديو شرح تاخد ازاي 5000 نقطة. انا عن نفسي ده اختياري، انت عايز تشتريه وناقصك في تشكيلتك ماشي، لكن انا مش محتاجه. وهخلي معاه نقط الاي فوتبول عشان يمكن ينزل لعيبه حلوه ولا حاجه، يمكن يعني كنا متفاجئين. وعندنا هنا بقى الباكجات. عندك باكج هالاند، تعالوا نشوفه. عندك هالاند 100، وديجلان رايس 98، سون 97. دول ابرز 3 لعيبه في الباك. الباقيين لعيبه تعبانين ملهمش اي 30 لازمه. دول ابرز 3 لعيبه في الباك. وعندك باكج ايطاليا برضو اللي مفهوش غير كفاراتزخيليا 99 وباريلا 99. دول صراحة أحسن 2 في الباك ومفيش أحسن منهم أساسا. فأنا مش هفتح عليه برضو لأن احتمالية إنك تاخد حد من الاتنين ضعيفة. وعندك هنا باكج عقود الترشيح. أنا اشتريت منه ريس جيمس، لأن أنا لا محتاج برونو فرنانديز اللي معاه نسخة مجانية منه، ولا محتاج لوتارو مارتينيز لأن أنا معاه نسخة فريق أسبوع 94 منه. ومش محتاج حد طبعا في الدفاع أو حراسة، فعشان كده اشتريت ريس جيمس. فأنت ده اختيارك برضو، اشتري المركز اللي ناقصك. وهنا باكج الدوري الياباني والدوري المكسيكي، باكجات ملهاش لازمة وماشي. طبعا ده باك ميسي واللعيبه العاديه وباكج مدربين. دي حاجات مش محتاجه شرح. طبعا اللعبه اتغيرت بس شكلها الظاهري. تعالوا نشرح الحمله اللي كنا عاملاها. طبعا هناخد تيشيرت اهو للعبه الجديده، وهناخد 4 فتحات من اسمه ده، من 4 فتحات اهم من باكج جمال موسيالا، واربع لعيبه ايبك. دول بعدين بقى طبعا كنا ما نزلتش النهارده لا باكج ايبك ولا شو تايم ولا بيك تايم، ما نزلوش حاجه من ال3. يمكن هينزلوهم الخميس الجاي، بس كاتبين 4 ايبك. باكج مانشستر يونايتد اللي اتسرب
منزلش حد دلوقتي، مش عارفين ليه. طبعا 360,000 جي بي و60,000 نقطة تدريب و120 كوين. وعندك هنا تحت 4 بطاقات تدريب و400,000 جي بي و100 كوين برضو. وعندك هنا مجموع كل حاجة. فماشي، تعالوا نبص على الماتش باس بقى. دخلنا الماتش بس هنا بقى 250 كوين. حلو والله. عندك سون 97 وعندك فان دايك 98. طبعا دول 95 بس في التشكيلة يروحوا يعلوا ليفلهم. عندك هنا في العادي ماشي برضو لحد 50 نفس الجوائز، مندوكش جوائز يعني مختلفة. فانت لو تقول لي ترشح لي اشتري انهي، اشتري طبعا الاتنين ب250، واحنا ما معانا 300 كوين اللي كملوا 50 ماتش يعني. بص، من الناحية اللي هي يدوك كوينز وكده، انا مش هشتري ولا واحدة فيهم اساسا، لأن انا مش محتاج اي لاعب من الاتنين. انا وجهة نظري انك تاخد الفاليو. من وجهة نظري انك تاخد الفاليو، ما تاخدش اللي هي. استنى تعالى كده نعد الكوينز هنا وهناك وانا هقول. طبعا عديت لك الكوينز. عندك في البريميوم هتاخد 300 كوين، يعني هتاخد اصلا ضعف دول. لكن عندك في الفاليو هتاخد 250 كوينز، حق اللي انت دفعته بالظبط. فانا لو انت تشتري، اشتري البريميوم احسن لك بكتير، وهتاخد كمان لاعب اعلى اللي هو فان دايك. تعالوا بقى نجرب الجيم بلاي. شكل اللعبة والله يا جماعة اتحسن بكتير. البرازيل كده مرة واحدة ماشي، والله بقت احسن من الاول. هنجرب الجيم بلاي، تكون دي اخر اضافة معانا ونختم الفيديو بيها ان شاء الله. ده فالفيردي مين؟ انا كان قصدي فينيسيوس. ده والله اضافات جامدة. اللعبة بتتحسن كل مدى، اللعبة كل مدى بتتحسن اكتر. متنساش انت بس تحط لايك. يا سلام، شوف الاستاد، يا سلام شوف الكورة متعلقة ازاي. والله حاجة يا جدعان، بقت عظمة، واللعبة بقت ترجع احسن من الاول زي ايام بيس 21. اللعبة بدأت تتحسن الحمد لله. لسه في ايفنتات جاية وماستر ليج، لكن الماستر ليج بيقولوا هيكون مدفوع. الجرافيك ما تحسنش احسن حاجة، بس الجرافيك يعتبر بقى احسن من الاول، تحسن شوية. واللعب بقى يعتبر سلس عن الاول. فاحنا بقى دلوقتي هنوقف الفيديو عشان الفيديو ما يطولش قوي، ولما نجيب جون هنوريكم شكل الاحتفالية وكده. شوف يمكن في اختلاف شوية. هنا جبنا جون الحمد لله. يعني الجرافيك اتحسن شوية، في تحسن في اوجه اللعيبة. حلو حلو، عاش والله. وحوار الماستر ليج ده يا جماعة ممكن يكون متفاجئنا برضو زي حوار ميسي، وفي الاخر يكون موجود للكل، وممكن يكون بكوينز اساسا، مش عشان ندفع له بالدولار برضو وكده. فهنشوف لسه عشان تنزل دلوقتي. بيقول لك هتنزل في التحديثات الجاية، يعني مثلا في شهر 10 او شهر 11. يلا بقى بينا نشوف بقية الاضافات. جرافيك لحد دلوقتي تمام. برضو عندك هنا تبديلات، لسه مازالوا 5 تبديلات مع 3 توقفات. 3 توقفات في مصر في الماتش، يعني ايه؟ يعني كل مثلا الكرة تطلع اوت، انت كده عملت توقف وبدلت لاعب. عندك 5 تبديلات في 3 توقفات. ماشي برضو. طبعا كل حاجة مكملة معانا، زي التطوير، زي بطاقات اللي هي بتديك مهارات للعيبة، دي كلها مكملين معانا، بل احسنوها عن الاول كمان. عندك هنا طلعت الماتش ما اتغيرتش قوي، وبرضو هنا تمام. تمام. نطلع كده ونشوف. خدنا من الماتش بس والله اللعبة بتتحسن، يا سلام. شوف احلى حاجة، الواجهة دي تحسسك ان انت رجعت ل 2021. الناس اللي كانت بتلعب من 2021 كانوا عارفين ان الواجهة دي كانت بتطلع لنا. اللعبة ولا تتحسن، وبيدونا شوية حاجات كده من 2021 بس على احسن. فالحمد لله اللعبة في تقدم. واه ويا سلام. هنفتح كمان باكيت جالاند، خلينا معانا نفتح باكيت جالاند بقى. وبس ده كان كل فيديو النهاردة يا جماعة. اول حاجه قصدي نسيت. متنساش تصلي على الرسول ان شاء الله. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. وبس ده كان كل فيديو النهارده. متنساش تحط لايك وتشترك في القناه، عشان والله بنتعب على الفيديوهات دي. كان معاكم احمد، السلام عليكم.